على حساب أبناء الخابور. هدف أول سيغير أكيد من مجرى المباراة لزاخو وأيضا لفريق الشرطة. هنا بسام يحاول أن يمر لكن طالت على بسام إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح نادي زاخو من الجهة القريبة. تنفذ الرمية الجانبية لزاخو، عملية تمرير الوسط، وهنا اللاعب كابو خطأ لصالح نادي زاخو. ركلة حرة مباشرة لزاخو. هل سيرد أبناء الخابور على هدف الشرطة؟ رمية جانبية لزاخو، تنفذ الرمية الجانبية. كوستافو وكابو قريبين لخط الجانبي لفريق الشرطة، وهنا مرت وهنا خطأ يشير لحكم المباراة. ركلة حرة لصالح نادي زاخو ويزن العرب. اهدى يا يزن، يزن العرب اللاعب الأردني مع البرازيلي كوستافو، وحكم المباراة يستدعي يزن العرب وبسام، والاعتراض على قرار حكم المباراة اعتراض غير مبرر من قبل لاعبي فريق الشرطة. خلاص حكم المباراة اتخذ القرار واحتسب الخطأ. يعني اعتقد الحكم ما راح يتراجع عن قراره، لأنه خلاص هو احتسب الخطأ الأمور ماشية. وشهاب الليلي على المحك. يبدو أن المدربين التوانسة الموجودين في دورينا حظوظهم قليلة في دورينا. الموسم الماضي كان يامن الزلفاني مع الطلبة وغادر الطلبة. شهاب الليلي على المحك مع الشرطة. تقريبا 90% من جمهور الشرطة غير راضي على تواجد شهاب الليلي كمدرب لفريق الشرطة. إذا بطاقة صفراء لبسام. هذا أمجد عطوان لاعب منتخبنا الوطني العراقي. أمجد لاحظ كوستافو اللي حاول أن يمر، وكان لاعبي الشرطة يطالبون أن الكرة خرجت، وهنا يزن العرب مع كوستافو. ركلة حرة مباشرة. هل يتمكن زاخو من الوصول إلى مرمى فريق الشرطة؟ لإدراك هدف التعادل قبل النهاية للشوط الأول، و6 دقائق تفصلنا عن النهاية للشوط الأول، وأعتقد راح يضيف وقت محتسب بدل ضاع 5 إلى 6 دقائق بعد التوقفات احتساب ركلة الجزاء. وهناك كانت توقفات. وأمجد عطوان وبطاقة صفراء لأمجد وبطاقة صفراء للمواس. بطاقات صفراء تشهر من هنا وهناك من حكم اللقاء مهند قاسم على لاعبي الشرطة وعلى لاعبي زاخو. ركلة حرة أمجد عطوان، 3 لاعبين فقط لزاخو داخل منطقة جزاء الشرطة. وأحمد باسل حارس المرمى يترقب، وأمجد عطوان يحاول نقل الكرة داخل منطقة جزاء الشرطة. يوما ما كان نجما مع فريق الشرطة. أمجد عطوان على التنفيذ للركلة الحرة المباشرة، وسبق أن لعب أيضا لنفط الوسط. أمجد عطوان مع وجود ركلة حرة. هذا هو أمجد عطوان لاعب منتخبنا الوطني العراقي. أمجد عطوان كل التوفيق لأسود الرافدين في آسيا. ركلة حرة وأمجد عطوان يلعبها إلى خارج الملعب لركلة مرمى. بكل روح رياضية وأبعدها إلى خارج الملعب. أمجد عطوان إلى خارج الملعب. يزن العرب، كرة عالية للوسط. حميد حاجي، خطأ لصالح نادي الشرطة. ركلة حرة مباشرة للشرطة. هذا أحمد إبراهيم النجم الدولي السابق. لاحظ الإعادة وهنا التدخل عن طريق أحمد إبراهيم مع المواس، وعلى أثرها حكم اللقاء الدولي مهند قاسم أشار لوجود ركلة حرة لصالح نادي الشرطة. هذا أحمد إبراهيم نجمنا الدولي السابق. أحمد إبراهيم. فهد اليوسف. شرطة هدف لا شيء زاخو. وهنا عملية تسديد من بعيد لكن سهلة تصل لحارس مرمى فريق نادي زاخو علي كاظم هادي. كرة عالية للأمام. فيصل جاسم، كنترول من فيصل ويزن العرب. يزن مدافع ينقل الوسط. يزن دريسان يانغ، عملية تغيير اللعب لجهة اليسار. أحمد يحيى هناك على الطرف الأيسر فريق نادي الشرطة. حسني أمامية للمواس، وهنا حكم المباراة يشير لوجود رمية جانبية لزاخو.
رمية جانبية لزاخو، تنفذ رمية جانبية باتريك مارسيلينو. زاخو أبناء الخابور، وزاخو مباراة القادمة أمام نفط ميسان. الآن تراجع نفط ميسان للمركز الثاني بعد هذه النتيجة، لكن لا زال هناك وقت طويل. وأمام نظرات المدرب البلوشي طلال مدرب فريق نادي زاخو، هذا يونس عبد يحاول أن يمر جهة يسار فريق نادي زاخو، تدخل ممتاز من بسام، ينقل للوسط بسام، دريسة يعيدها لجهة اليمين لزيرو، يقل كرة أمام أحمد زيرو، مر إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لزاخو. أمجد عطوان قائد نادي زاخو، تنفذ رمية جانبية. كوستافو فيصل إلى خارج الملعب، رمية جانبية هذه المرة للشرطة، وهذا حميد حاجي لاعب الوسط لزاخو. حميد حاجي اليوم يدفع به المدرب كأساسي في هذه المباراة. حميد حاجي مدرب طلال البلوشي. رمية جانبية لصالح نادي الشرطة، هذا أحمد زيرو يقي كرة الوسط، دريسة نيانج، دريسة السنغالي تنقل الوسط، أمجد عطوان يعيدها لأحمد إبراهيم، أحمد بالخبرة ينقل الوسط إلى سانتوس سيلفا بالمباشر ليونس عبد جهة اليسار. هل يتمكن زاخو من الوصول إلى هدف تعادل قبل أن ينتهي الشوط الأول؟ والحديث سيكون في فترة الاستراحة ما بين الشوطين، أكيد سيكون حديث طويل للبلوشي وأيضا للمدرب الشاب الليلي المدرب التونسي. رمية جانبية، رودريغيز كابو على التنفيذ للرمية الجانبية، اعتقد راح يلعبها على طريقة الركنية داخل منطقة الجزاء لمرمى الشرطة. ممكن الآن سانتوس، ومرت على سانتوس، وصلت لحارس المرمى أحمد باسل، وصلت لأحمد باسل. يعني من 21 مواجهة بين زاخو والشرطة، يعني في آخر 10 مباريات ما بين الفريقين، الشرطة حقق الانتصار في 8 مباريات ومبارتين انتهت بالتعادل. هذه في آخر 10 مواجهات، يعني منذ 7 مواسم زاخو لم يحقق الانتصار على الشرطة. وهنا محاولة دريسة نيانج، يعني منذ 7 مواسم فريق نادي زاخو لم يحقق الانتصار على فريق نادي الشرطة. آخر انتصار لزاخو على فريق الشرطة كان في موسم 2015-2016 2-1. أهداف زاخو سجلت عن طريق عباس حسين رحيمة وأمير صباح، وهدف فريق نادي الشرطة سجل عن طريق اللاعب أحمد فاضل لاعب الشرطة السابق لاعب نفط البصرة الحالي. هذا كان آخر فوز لزاخو على الشرطة، لكن في آخر 10 مواجهات تفوق للشرطة ب8 مباريات ومبارتين انتهت بالتعادل. الموسم الماضي الشرطة فاز ذهابا وإيابا على زاخو. خطيرة لكتيبة البرتغالي ولكتيبة المدرب لؤي صلاح والكادر التدريبي واللاعبين، وأيضا مبارك لنادي الزوراء. جول لا هناك راية وقرار للمساعد ظفر بشار خلال دوري نجوم العراق. على ما يبدو هناك فار نعم فار ونعم هدف أول لنادي العروس، أول إهداف في المباراة. الهدف الأول يحتسب بقرار حكم المباراة
أول أهداف المباراة لأصحاب الأرض. مرتضى حديب يحتفل بالهدف الأول لمصلحة نادي نوروز في شباك نادي كربلاء، بعد أن كان هناك قرار للمساعد ظفر بشار بإلغاء الهدف، لكن شاهد هذه الإعادة وهذه التسديدة. نعم، بعد أن سدد اللاعب ديار يا أخي، وهذه نعم هذه اللمسة الأولى وهذه العرضية من محمد سامي من خلال الكرة الثابتة. كان هناك قرار لظفر بشار، لكن مرتضى حديب يسجل أول أهداف المباراة لنادي نوروز بعد تسديدة محمد سامي، وبعد ما كمل عليها اللاعب ديار يا أخي، لكن أكمل وأدخلها الشباك اللاعب مرتضى حديب، وبالآخر الهدف الأول بالمباراة لمصلحة نادي نوروز. هنا مستمرة لنادي نوروز. محمد يحاول من محمد سامي، انقطعت وتمشي تسديدة عدت جول. هذا ابراهيم يسجل الهدف الثاني لنادي نوروز، من ابراهيم توميو يسجل الهدف الثاني لنادي نوروز، وتصبح نتيجة المباراة بهدفين دون رد. نعم، صاحب الرقم 49 يسجل الهدف الثاني في المباراة. اللاعبين البرازيليين في كل موسم يستخدم 4 إلى 5 لاعبين برازيليين يتواجدوا مع زاخ في الدوري العراقي. كرة الوسط فيصل جاسم، عملية القطع أمجد عطوان يحاول لف الدوران، عائدة للخلف إلى هنريك. باتريك مارسيلينو يغير اللعب لجهة اليسار، أحمد يحيى، أحمد لعلي حسني. الاثنين لعبوا للميناء، الاثنين بدأوا من الميناء، أحمد يحيى وعلي حسني. والميناء يوم غد سيقابل الأنيق، سيقابل الطلبة. الميناء في هذه الجولة سيقابل الطلبة. كرة الوسط الآن أقرب لعبد المجيد أبو بكر، يحاول التقدم للأمام. عبد المجيد لدريس، محترفي الشرطة، لاعبي الوسط للشرطة. أحمد زيرو، أحمد يعيدها للوسط، عملية التبادل موجودة للاعبي فريق الشرطة قريبا من الخط الجانبي، وعادة المواسم بتراجع للوسط. ينقل الكرة أمامية لإدريس نيان قريب من الخط الجانبي، لكن الطول على إدريس نيان بعد التدخل من كابو لاعب الزامبي، وعملية الإبعاد إلى خارج الملعب لرمية الجانب. أمجد عطوان ليونس عبد، يحاول الآن زاخو، هل يعدل؟ ثواني الأخيرة للشوط الأول من الدقائق ال5 المحتسبة كوقت بدل ضاع، لكن عملية القطع من يزن العرب عادت لأحمد يحيى، وهنا خطأ يشير له حكم المباراة لوجود ركلة حرة لصالح نادي الشرطة للقيثارة الخضراء. خلاص أعتقد صافرة الدولي مهند قاسم سيعلن عن نهاية الشوط الأول. خلاص 5 دقائق انتهت، الوقت المحتسب بدل ضاع، وهنا في هذه الأثناء دولي مهند قاسم يطلق الصافرة الإعلان عن نهاية الشوط الأول من لقاء الشرطة وزاخو على أديم ملعب النجف الأولمبي. ينتهي الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدف لا شيء لزاخو. الهدف سجل عن طريق اللاعب محمود الومواس من ركلة جزاء في الدقيقة 36، وبذلك فريق الشرطة ينهي هذا الشوط متقدما على زاخو. أحبتي، استراحة قصيرة ثم نعود وإياكم لتكملة وقع الشوط الثاني لهذا اللقاء. لكتيبة البرتغالي ولكتيبة المدرب لؤي صلاح والكادر التدريبي واللاعبين، وأيضا مبارك لنادي الزوراء. جول جول جول، لا 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 لا، هناك راية وقرار للمساعد ظفر بشار.
خلال دوري نجوم العراق. على ما يبدو هناك فار نعم فار ونعم هدف أول لنادي نوروز، أول إهداف في المباراة. الهدف الأول يحتسب بقرار حكم المباراة. أول إهداف المباراة لأصحاب الأرض. مرتضى حديب يحتفل بالهدف الأول لمصلحة نادي نوروز في شباك نادي كربلاء، بعد أن كان هناك قرار للمساعد ظفر بشار بإلغاء الهدف، لكن شاهد هذه الإعادة وهذه التسديدة. نعم بعد أن سدد اللاعب ديار ياخي، وهذه هذه اللمسة الأولى وهذه العرضية من محمد سامي من خلال الكرة الثابتة. كان هناك قرار لظفر بشار، لكن مرتضى حديب يسجل أول أهداف المباراة لنادي نوروز بعد تسديدة محمد سامي، وبعد ما كمل عليها اللاعب ديار ياخي، لكن أكمل وأدخلها الشباك اللاعب مرتضى حديب، وبالآخر الهدف الأول بالمباراة لمصلحة نادي نوروز. هنا مستمرة لنادي نوروز. محمد يحاول من محمد سامي، انقطعت وتمشي تسديدة عدت جول ثاني. هذا إبراهيم يسجل الهدف الثاني لنادي نوروز، من إبراهيم توميو يسجل الهدف الثاني لنادي نوروز، وتصبح نتيجة المباراة بهدفين دون رد. نعم صاحب الرقم 49 يسجل الهدف الثاني في المباراة. شاهد المرور، شاهد محمد سامي بعد التوغل، ومرر هذه الكرة لستار ياسين، لكن ياسين أعطاها على طبق من ذهب، قال له هاك روح سجل. نعم وسجل إبراهيم توميو الهدف الثاني في المباراة. نعم هذا اللاعب يضيف الهدف الثاني بعد ما سجل في المباراة الماضية في شباك أمانة بغداد. هذا هو نوفون، ماشية الكرة نوفون خاطئة، وإبراهيم الثالث جول، ثالث الأهداف. نعم الأسمراني إبراهيم جحيم، إبراهيم هذا جحيم يسجل الهدف الثالث في شباك العبيد، في شباك كربلاء. شاهد يقول له سمعني. شاهد هذه هذه التمريرة، الأسيست الجميل من وسط الملعب، وإبراهيم انطلق، إبراهيم عدى، إبراهيم سجل ثالث الأهداف. تصبح نتيجة المباراة 3-0 لنادي نوروز، ثلاثية قاسية جدا. نعم شاهد طريقة الاحتفال، يحتفل بطريقة بونيتيلي الإيطالي بهدفه الثالث الآن في المباراة. هل ينجح محمد؟ يغير في اتجاه اللعب، كرة ممتازة يانيك بابكر يحاول والسقوط لبابكر، لكن لوكاس لف ودار الكرة، الله! كسرت الحدود وبالتالي اخترق دفاع صقور الجبال، تتلقى أول الأهداف عن طريق الكناري بابكر جبريل برأسية قاتلة، حاول محمد صالح الوصول إليها، والآن يأتي الهدف الأول، هدف للكناري عن طريق هذا اللاعب بابكر جبريل المتوهج في هذا الموسم مع الكرخ. لاحظوا السقوط، حاول الحصول على ركلة جزاء، لوكاس لف ودار، وهنا لعب كرة عالية، بابكر برأسه
صعبة 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 على محمد صالح، وهذه بالقائم ومن ثم إلى المرمى، وهدف أول. عرضية من لوكاس، رأسية من بابكر، والكرة في مرمى محمد صالح. الآن بعد 5 مباريات في السادسة يأتي هدف كما قلت لكم، وهذا بابكر جبريل وضعها بهذه الطريقة وفي هذا الشكل في مرمى محمد صالح، والهدف الأول يسجل الآن لصالح لاعبي الكرخ. لاحظ الاستغراب من جانب لاعبي دهوك الموجودين على الخط، لاعبي الاحتياط. وفي حديث من الفار، هل يلغى الهدف؟ هل هنالك خطأ ليانيك زاكري؟ سجاد خالد يتحدث الآن في انتظار التأكيد. ليث فرحان الآن في انتظار تأكيد أو رفض الهدف. القرار بيد الفار، وما يجري في غرفة الفيديو ينتظر اللاعبين. لاحظ هنا يانيك بابكر، هل عرقل زاكري؟ هنا سقط زاكري وسقوط ذاتي، لا أعتقد فيه شيء، هدف صحيح جدا. لاحظ هنا يانيك سقط سقوط ذاتي، إلا إذا حكم المباراة تعتبر أن هنالك مخالفة أثناء السقوط، وهذه كرة الهدف شرعية تماما، لكن القرار في غرفة الفار. الأمور متروكة لليث فرحان. هنا أكد الهدف، نعم احتسب الهدف، إذن هدف يحتسب للكرخ. الكرخ هدف لا شيء دهوك. مباراة الصدارة إلى الآن يخسرها سليمان رمضان بهدف مقابل لا شيء وتفريط. علي محسن بوسط الملعب، البحث عن زميل، هذه تمريرة الأمام لإبراهيم، من إبراهيم ومرت الآن داكوستا، سدد جميلة، ربما الآن للحدود، هل سيكسرون القيود؟ لا 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 لا، مرة أخرى يطالبون بهدف. جول أول، داكوستا السنغالي يسجل أول أهداف المباراة، الهدف الأول للحدود، يكسرون القيود بهدف جميل. نعم للحدود للحدود للحدود، دورينا رفعة راس، ما حاجة لشهود، حي الله بالأبطال فرسان الحدود. هدف جميل، هدف رائع. شاهد المحاولة الأولى، حسن تصدى وداكوستا حاول، السنغالي ينتظر وبعدها سدد وسجل أول أهداف المباراة. المدافع كان داخل المرمى، نعم داخل المرمى، ويسجل أول أهداف المباراة للحدود. يأتي الهدف الأول، الهدف الجميل من السنغالي، نعم يستغل سقوط الحارس ويسجل الهدف الأول الرائع. انطلق حديث المباراة بتسجيل الهدف الأول، بينما من يريد أن يكتب السيناريو لهذه المباراة لا يزال يبحث عن التعادل بأرضه. مرت الكرة وبالراس، جول ثاني. إبراهيم غازي، من إبراهيم جحيم 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 جحيم، صب الجحيم بشباك الأمانة. نعم إبراهيم غازي يسجل الهدف الثاني في المباراة، والشخص الثالث لهذا اللاعب بعد ما سجل في شباك الكهرباء والنفط. شاهد التوغل، شاهد المرور، شاهد العبور، داكوستا نعم أسكنها في الشباك إبراهيم، وراسية جميلة بعد العرضية تصعب على الحارس بأن يتصدى، بأن يقفز، بأن يطير ويتصدى لهكذا كرة في الزاوية البعيدة. إبراهيم غازي يضيف الهدف الثاني للحدود ويكسر جميع القيود. هذه المرة يلا الآن بهذه الكرة وتمشي لميلاد الآن، ميلاد والعرضية من ميلاد، أولاديو، جول 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 لأسود العاصمة. عادت الأسود، عادت الأسود،
تزأر بملعب الأمانة، وللأمانة هدف جميل، هدف مثير، هدف رائع، خادعت المدافعين. شاهد هذه العرضية من ميلاد وراسية، نعم بنيران صديقة، بهدف عكسي جاء عن طريق اللاعب حمزة عبد الحسين، يسجل هدف عن طريق الخطأ بمرمى فريقه. نعم شاهد الاشتراك بالكرة الماضية، وارتقى المدافع لكن اسكنها شباك فريقه، وبخطأ دفاعي يأتي الهدف عن طريق النيران الصديقة من اللاعب حمزة، يسجل بمرمى فريقه، وتصبح نتيجة المباراة 2-1. عملية تحضير مع كريس، علي يحاول للدالي، هدف أول، هدف أول فرسان المملكة عن طريق السوري علاء الدين الدالي، بهدف أول نفط ميسان، نفط ميسان عن طريق الفنان علاء الدين الدالي. هدف أول فرسان المملكة بمتابعة، وفي الدقيقة 4+5. لاحظ هل هناك كان تسلل والانطلاقة والمتابعة، وكان محظوظ الدالي باللقطة الماضية. شوف أتت بالمكان اللي يريده يحبه، وبالتالي أول ورابع إلى بالدوري، رابع إلى بالدوري بعد الهاتريك أمام الطلب. السوري علاء الدين الدالي، شوف اصطدت من شنيشل وعادت، وبهذا الشكل نفط ميسان يفتتح التسجيل عن طريق علاء الدين الدالي. كل شيء ممكن يحدث. علاء سعد يلعب الكرة، انطلاق الدالي، علاء الدين يحاول تسديده، ثاني للدالي. الدالي يرتقي بنفط ميسان إلى العلالي. الدالي السوري، هذا عقيد جديد بهدف جميل، بهدف جديد وبقدم من حديد. الله، ذكرنا بالمواس ويانا في موسم 21، 5 أهداف، يتصدر قائمة هدافي نجوم العراق. الدالي سوري وشكلين ما بعد. الله، راحت ثاني لنفط ميسان عن طريق الدالي بهدف ثاني بكرة قوية جدا في شباك السفة. جعفر شليشل بالمرمى، حارس شاب امام دالي. علاء الدين ثالث لنفط ميسان عن طريق الفنان علاء الدين الدالي بهاتريك ثاني وبرقم قياسي في 6 مباريات. الهاتريك مرتين، هاتريك في مرمى الطلبة وهاتريك في مرمى الميناء لعلاء الدين الدالي. لاحظ الفارقة وين؟ اثنينهم يلبسون ازرق، الطلبة والميناء. والدالي بهاتريك جديد وب6 أهداف لغاية الآن في الجولة السادسة. يتصدر قائمة الهدافين عن طريق السوري علاء الدين الدالي بهاتريك في هذا اللقاء. كرة عالية في المنتصف، ايبوا قلب بشكل خاطئ اللاعب الغاني، كنترول ممتاز من احمد فاضل، عملية الدوران من احمد فاضل، عملية الهجوم الان ممكن شاهد هدف حسام جاد الله، جول لنفط البصرة، جول لفرسان الجنوب. حسام جاد الله يسجل هدف ثاني او هدف اول، عذرا هدف اول
لفريق نفط البصرة. وهدف الثاني بعد ما سجل في مرمى أمانة بغداد، النتيجة الكبيرة اللي حققها على فريق أمانة بغداد اللي خسر أيضا عصر هذا اليوم أمام فريق الحدود بهدفين لهدف. إذن حسام جاد الله يسجل هدف أول لنفط البصرة، وهدف الثاني خلال هذا الموسم بقميص نفط البصرة. حسام جاد الله يسجل هدف أول في الدقيقة 52 لفريق نفط البصرة على حساب نفط الوسط. إذن الضيف يبدأ التسجيل في مرمى المستضيف. لاحظ الإعادة والتمركز الخاطئ للاعبي فريق نفط الوسط استغلها حسام جاد الله ومر بهذه الطريقة، رغم أن كان حارس المرمى هاني شاكر يتحمل جزء كبير بدخول هذا الهدف. هاني شاكر بهدف فريق نفط البصرة عن طريق حسام جاد الله. عملية الهجوم الآن أثير جهة اليسار، ممكن الآن نفط البصرة لو سجل ثاني خلاص، لو سجل ثاني هدف ثاني. مشاهدي ومتابعي قناة الرياضية العراقية، هذه عودة وانتقال من جديد للشوط الثاني للقاء الشرطة وزاخو لحساب الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق. وتركنا الشوط الأول ينتهي لصالح الشرطة بهدف المواس من ركلة جزاء في مرمى زاخو، اللي بدأ يلعب من اليسار لليمين وفريق الشرطة من اليمين لليسار. وأعتقد زاخو غير على مستوى التشكيل وأشرك لاعب في هذه اللحظات، لذلك فريق الشرطة دخل بنفس الأسماء اللي كانت حاضرة في الشوط الأول. وزاخو في محاولة للرد على هدف نادي إذن سجاد جاسم بديل لبسام شاكر. اعتقد لفريق الشرطة أيضا تغيير، سجاد جاسم يشترك ويونس عبد يغادر ومنتظر عبد الأمير يشترك مع تشكيل فريق نادي زاخو. كل فريق غير لاعب على مستوى التشكيل من خلال البداية للشوط الثاني بطموحات زاخو العودة لأجواء المباراة، وبطموحات الشرطة بتعزيز النتيجة والثلاث نقاط والذهاب إلى الصدارة. عملية الهجوم الآن منتظر في أول ظهور من خلال مقطع الشوط الثاني، منتظر عبد الأمير بديل يونس عبد اللي ترك المباراة، في تغيير للمدرب طلال البلوشي مدرب فريق نادي زاخو، بينما إشهاب الليلي مدرب نادي الشرطة التونسي أيضا غير على مستوى التشكيل بخروج بسام شاكر ودخول سجاد جاسم بديلا عنه. كرة النقل الوسط الآن، لاعب باتريك مارسيلينو اللي تسبب بركلة الجزاء. باتريك مارسيلينو عائدة من فهد اليوسف لحارس المرمى أحمد باسل. نتمنى أن نشاهد الشوط الثاني مختلف. الشوط الأول كان دون الوسط ما بين الفريقين، لم نشهد محاولات كثيرة على مرمى الفريقين، وركلة الجزاء هي من كانت الأبرز من خلال الشوط الأول لفريق الشرطة اللي سجل من خلالها المواس. وعدا ذلك لم نشهد محاولات جدية على مرمى الفريقين لزاخو وأيضا للشرطة. طلال بلوشي يحاول أن يعيد فريقه من خلال الشوط الثاني بعد الحديث في فترة الاستراحة ما بين الشوطين للاعبيه، مع التغيير اللي أجراه ممكن أن يغير نتيجة المباراة ويعيد فريقه إلى نقطة البداية. هنكاو محمد عائدة للوسط، أقرب لأمجد عطوان. باتريك مارسيلينو جهة اليسار، رودريغيز كابو الزامبي عادت للوسط لفريق الشرطة. دريس يلقي الكرة أمامية لكن بعيدة عن المواس، أقرب لدفاعات فريق نادي زاخو. عملية تمرير هنكاو محمد مدافع اليمين، عيد الخلف هنكاو. أمجد عطوان عائدة لباتريك إلى كابو جهة اليسار، كابو لأمجد عطوان. زاخو هل يتمكن من العودة؟ الشرطة هل يتمكن من إحراز هدف آخر؟ ونشهد أهداف من خلال الشوط الثاني سواء كان للشرطة أو لزاخو. وهذه الجولة أيضا حضرت الأهداف في هذه الجولة، حتى في حالة التعادل في مباراتي أمس اللي تعادل من خلالها الكهرباء مع نوروز 1-1، وأيضا تعادل نادي الحدود مع نادي القاسم 3-3. يوم أمس شهدت مباراتين 8 أهداف بمعدل 4 أهداف في كل مباراة. ومباريات عصر اليوم شهدت أيضا تسجيل فريق أمانة بغداد هدف
ومباراة الكرخ وكربلاء انتهت 2-1 لكربلاء أيضا فيها 3 أهداف. مباريات اليوم عصر هذا اليوم شهدت 4 أهداف، ويوم أمس 8، وهذه المباراة الآن هدف، والحصيلة التهديفية جيدة للجولات من خلال تعاقب الجولات. وهنا زاخو مرت محاولة زاخو على مرمى فريق الشرطة. زاخو يحاول أن يعدل، هذا سانتوس سيلفا يحاول أن يمر سانتوس، لكن تغطية من أحمد يحيى يعيدها لفهد اليوسف. فريق الشرطة أول محاولة لزاخو من خلال بداية الشوط الثاني على مرمى الشرطة، عائدة من موسس يعيدها لأحمد إبراهيم. زاخو يريد أن يهاجم على مرمى فريق الشرطة للوصول إلى هدف تعادل، يفكر بنتيجة المباراة. لم يسبق لزاخو أن انتصر على الشرطة من خلال المباريات اللي تكون خارج ملعب. عندما يواجه الشرطة خارج ملعبه لم ينتصر زاخو على الشرطة خارج ملعب. أمجد عطوان يحاول التسديد من بعيد، تصطد، وأحمد باسل مرت إلى ركني. الانتصارات الثلاثة اللي حققها زاخو على الشرطة جميعها كانت في ملعب زاخو. ركنية، هذا أمجد عطوان. دقيقة 50، أحمد باسل حارس القيثار الخضراء. أمجد عطوان هل يعطيهم اطمئنان بهدف تعادل؟ أمجد ورفاق أمجد لاعبي زاخو لتعديل النتيجة مع القيثار الخضراء. الشرطة أكيد هو يعلم بقوة الفريق اللي قابله فريق زاخو، هو الشرطة بطل الدوري في الموسمين الأخيرين، لذلك هو يقابل البطل المتوج في آخر موسمين فريق الشرطة. كرة عالية الأمام، باتريك مارسيلينو، عملية الإبعاد، عادت للوسط. سجاد أيضا ليس ببعيد عن هذا الملعب. سجاد مواسم عديدة قضاها مع نفط الوسط اللي يعاني خلال هذا الموسم. نفط الوسط يحتل المركز الأخير. هنا المواس يعكس كرة ضاعت بغرابة. علي حسني يضيع فرصة هدف ثاني لفريق الشرطة. سلامات لعلي حسني. المرمى خالي يا علي حسني. لاحظ الإعادة المواس اللي لعبها بالمباشر، ورأسية علي حسني ترتطم بالأرض وتمر إلى خارج الملعب. لاحظ الإعادة، المرمى خالي، وبالتالي صعبت المهمة على علي حسني اللي كرة ارتطمت بالأرض، وعلي حسني ارتطم بالقائم الأيمن. ونتمنى السلامة لعلي حسني بفرصة أولى للشرطة من خلال الشوط الثاني تضيع على علي حسني. إن شاء الله بالسلامة لعلي حسني. يا دوب الجولة الماضية لعب بديل أمام أمانة بغداد، واليوم يلعب كلاعب أساسي في تشكيل فريق نادي الشرطة. وهنا المؤازرة الجماهيرية لعشاق القيثار الخضراء. أحمد يحيى والتوجيهات من الكادر التدريبي لفريق الشرطة. وبالسلامة إن شاء الله لعلي حسني. فرصة ضاعت بغرابة على علي حسني، لاعب وجناح أيسر فريق نادي الشرطة علي حسني. لاحظ الإعادة وهيئها بشكل رائع ممتاز. المواس اللي وضعها بالمباشر بالمسطرة على رأس علي حسني، لكن علي حسني أضاعها بغرابة وأضاع على فريقه فرصة تسجيل هدف ثاني في مرمى زاخو. علي كاظم، أحمد إبراهيم. أحمد حاول التقدم لأمام أحمد إبراهيم. بهذه النتيجة الصدارة الشرطاوية، الصدارة للقيثارة بهذه النتيجة، لكن زاخو قد يكون له رأي آخر ولا يمكن الشرطة من الوصول إلى الصدارة. أحمد إبراهيم قلب الدفاع لزاخو، أبناء الخابور في محاولة تمرير. زاخو، موسس جهة اليسار، موسس منتظر عبد الأمير قادم من القوة الجوية من الصقور، يعيدها بالخلف منتظر عبد الأمير إلى كابو زامبي، ينقل الوسط كابو. هنا خطأ يشير لحكم مباراة الدولي مهند قاسم مع وجود ركلة حرة لصالح نادي زاخو. ركلة حرة لزاخو، دولي مهند قاسم. لاحظ التفاعل الجماهيري للقيثارة
الخضراء. وجود ركلة حرة لصالح نادي زاخو. ركلة حرة لزاخو. 6 إلى 7 لاعبين أمام منطقة الجزاء لفريق الشرطة بقمصان حمراء لزاخو. تنفذ الركلة الحرة، عملية الإبعاد عن طريق أحمد يحيى، والارتداد عن طريق اللاعب علي حسني. يحاول أن يمر علي حسني، علي يحاول إيجاد المساحة للتمرير، ينقل كرة أمامية لكن خاطئ. هذا سانتوس سيلفا للوسط من حميد حاجي. سانتوس سيلفا من جديد يحاول أن يمر لكن تغطية من عبد المجيد أبو بكر نيجر. وهنا أمجد عطوان إلى موسيس البرازيلي لاعب الوسط. وريباس ممكن يكون القادم الجديد لفريق زاخو إذا ما غير طلال البلوشي. أعتقد أقرب من سيشترك الآن هو اللاعب ريباس، وقد يكون مهيمن سليم الله. كرة الوسط، أمجد عطوان جهة اليمين، أحمد إبراهيم. أحمد ينقل كرة الوسط، أحمد إبراهيم منتظر عبد الأمير. عملية التغيير، زاخو يحاول أن يهاجم عبر الطرف الأيسر. زاخو يحاول أن يهاجم عبر الطرف الأيسر. تبعد إلى رمية جانبية لمصلحة فريق نادي زاخو. تنفذ الرمية الجانبية، هذا كابو رودريغيز. كابو زامبي عيدها لأمجد عطوان، وبالسلامة لاعب كابو رودريغيز. وهذا باتريك مارسيلينو البرازيلي. شهاب الليلي المدرب التونسي. المدرب التونسي لفريق نادي الشرطة، هو استلم المهمة خلف المدرب أحمد صلاح ليقدم مستويات جيدة. أحمد صلاح وفريق الطلبة أيضا 13 نقطة. الطلبة يشارك قوة جوية والشرطة بالمركز الثاني، لكن فارق الأهداف للقوة الجوية والشرطة. لكن بهذه النتيجة الشرطة إلى الصدارة داخل منطقة الجزاء، ومرت على سانتوس إلى خارج أرضية الملعب لتصبح ركلة مرمى لصالح نادي الشرطة. ركلة مرمى للشرطة، هذا هو سانتوس. ركلة مرمى لصالح نادي الشرطة. أحمد باسل حارس مرمى الشرطة. فيصل جاسم واحد من الأسماء الخبرة مع القيثارة الخضراء. فيصل جاسم تنقل للأمام من يزن العرب. عادة الوسط الآن فهد اليوسف. قطع من فهد. علي حسني حاول مرور علي حسني قريب من الخط الجانبي لأحمد يحيى. خذوا هات تبادل ما بين علي وأحمد. جهة اليسار القيثارة الخضراء. هل يدرك هدف ثاني داخل منطقة الجزاء؟ المواس وإبعاد في اللحظة الأخيرة من أمام المواس لتعود عبد المجيد. يحاول التسديد ومرت كرة عبد المجيد. كرة عبد المجيد تمر إلى خارج الملعب. عبد المجيد أبو بكر وسلامات. لاحظ التسديدة اللي كانت عن طريق عبد المجيد أبو بكر لاعب الوسط لفريق الشرطة، مرت بعيدة عن مرمى زاخو إلى خارج أرضية الملعب. وبالسلامة إن شاء الله لأحمد إبراهيم. وهنا الدولي مهند قاسم يوقف اللعب، والاطمئنان على سلامة أحمد إبراهيم. طبعا مهند قاسم قاد مباراة واحدة لزاخو خلال هذا الموسم أمام القوة الجوية، وخسرها زاخو 1-2 أمام القوة الجوية. وأيضا قاد مباراة لفريق الشرطة وكانت أمام أربيل، وأيضا فاز الشرطة على أربيل 2-1. أي مهند قاسم هي المباراة الثانية اللي يقودها للفريقين. قاد مباراة لزاخو أمام القوة الجوية، وقاد مباراة للشرطة أمام أربيل. إذن بالفعل ريباس القادم الجديد مع تشكيل زاخو. ريباس لاعب البرازيلي دوني ريباس القادم الجديد مع فريق نادي زاخو. هنا جمهور زاخو، حلوة لهذا الجمهور الوفي المحب اللي قادم من أقصى الشمال، شمالنا الحبيب إقليم كردستان، من زاخو إلى النجف لمؤازرة أبناء الخابور في لقاء أمام القيثارة الخضراء. وجمهور الشرطة قادم من بغداد إلى النجف أيضا لمؤازرة الشرطة.
وملعب النجف الأولمبي هو الملعب الافتراضي لفريق نادي الشرطة من خلال هذه المباراة. من خلال هذه المباراة رحال فريق الشرطة لعب في ملعب الزوراء، لعب 3 مباريات في ملعب الزوراء، لعب مباراة في ملعب دهوك، لعب في مباراة في ملعب الكوت، لعب مباراة في ملعب أمانة بغداد، واليوم يلعب على ملعب النجف الأولمبي. رحال فريق الشرطة، لكن نتمنى هذه الأندية الكبيرة تنجز المنشآت الرياضية الخاصة بها، ونشاهد ملعب لفريق الشرطة، نشاهد ملعب لفريق القوة الجوية، نشاهد ملعب لفريق الطلبة. هذه الفرق الكبيرة أصحاب إنجاز في الدوري العراقي، لذلك يجب أن تكون لها بنى تحتية وملاعب وهنا تغيير. وهذا المدافع أحمد ناظم يشترك الآن أحمد ناظم، وهذا ريباس أيضا سيشترك في هذه اللحظات. التغيير الثالث لزاخو اللاعب البرازيلي دوني ريباس. إذن بخروج كابو وأيضا خروج حميد حاجي، دخول أحمد ناظم وريباس. أحمد ناظم الآن سيلعب كمدافع يسار بعد خروج كابو، وريباس سيلعب في منتصف الملعب بديل لحميد حاجي. حميد حاجي اللي ترك المباراة. 3 تغييرات للمدرب طلال بلوش. هذا ريباس في أول لمسة ينقل كرة أمامية، فيصل جاسم عملية الإبعاد لفريق الشرطة، جهة اليمين فيصل جاسم قلها بالمباشر فيصل لزيرو للوسط. الآن سجاد لفهد، كرة يتناقل لاعبي فريق الشرطة. دريسن يانغ حاول يغير لعب جهة اليسار، دريسن يانغ من أقصى اليمين لأقصى اليسار فريق الشرطة. هذا أحمد يحيى يحاول يمر من أمام لاعبي زاخو، محاصر بسيلفا سانتوس وأيضا هنكاو محمد، ويمر بشكل ممتاز. وأحمد يحيى ثاني جول، ثاني القيثارة يسجل هدف ثاني عن طريق السنغالي هدف الثاني له خلال هذا الموسم. دريسن يانغ بعد ما سجل في مرمى أمانة بغداد الآن يسجل في مرمى زاخو، ودريسن يانغ يضع هدف ثاني بتمريره ولا أروع عن طريق اللاعب أحمد يحيى مدافع اليسار، واستقبال أكثر من رائع عن طريق دريسن يانغ اللاعب السنغالي. يسجل ثاني أهداف الشرطة. لاحظ الإعادة، لاحظ المرور. أحمد يحيى مر من أمام 2 للاعبي زاخو، وهيأ كرة داخل منطقة ال6 ياردات، واستقبال من دريسن يانغ. وأحمد ناظم كان قريب لدريسن يانغ، لكن دريسة يسبق أحمد ناظم ويضعها في المرمى ليعلن فريق الشرطة تسجيل هدف ثاني في مرمى زاخو. الشرطة يسجل هدف ثاني في مرمى زاخو، وعن طريق السنغالي. السوري سجل من ركلة جزاء في الشوط الأول، والشوط الثاني السنغالي يضع فريق الشرطة بهدف ثاني. هذا دريسن يانغ هدف الثاني له خلال هذا الموسم مع الشرطة في المباراة الأخيرة للشرطة أمام أمانة بغداد سجل، والآن يسجل لفريق الشرطة في مرمى زاخو. 2 الشرطة لا شيء زاخو. كنا نتوقع راح تكون ردة فعل لفريق زاخو من خلال الشوط الثاني، لكن الشرطة بمن حضر في هذا اللقاء بالغيابات الكثيرة الآن يسجل هدفين في مرمى زاخو. عملية الهجوم هذا دريسن يانغ، دريسن المواس أصحاب الهدفين لفريق نادي الشرطة في مرمى زاخو. كرة من جهة اليمين أحمد زيرو المتقدم لدريسن يانغ، كرة يتناقل لاعبي فريق الشرطة. أخذ الثقة بشكل كبير فريق الشرطة الآن، أمام زاخو. عبد المجيد أبو بكر، أحمد زيرو للوسط لدريسن يانغ، دريسن يانغ يعيدها للخلف لسجاد لفهد. كرة لا زالت بحوزة لاعبي فريق الشرطة، سجاد جاسم يعيدها للخلف إلى أحمد باسل حارس المرمى. أحمد باسل حارس مرمى فريق نادي الشرطة ينقل الكرة للأمام. أحمد باسل عادت لأحمد إبراهيم قلب الدفاع لفريق نادي زاخو. أحمد يحيى اللي صنع الهدف الجميل لدريسن يانغ، وأحمد والمواس وحصني. الآن فريق الشرطة يقدم كرة قدم جميلة بأداء جميل من خلال الشوط الثاني، وهذا فهد اليوسف يسدد كرة قوية لكن بعيدة عن مرمى زاخو.
بعيدة عن مرمى زاخو كرة السوري فهد اليوسف. فهد اليوسف، طلال البلوشي بعد انتصارين في الجولتين الماضية الآن فريقه يتأخر أمام الشرطة بهدفين. كانت طموحاته أكبر مدرب طلال البلوشي من خلال هذه المباراة. بعد عودته إلى سكة الانتصارات فريق زاخو، وحقق أول انتصارين له خلال هذا الموسم في الجولتين الماضية، الآن يتأخر أمام الشرطة بهدفين لا شيء. رمية جانبية للشرطة، عملية الارتقاء ندريس نيانج، عائدة لحارس المرمى علي كاظم، حارس مرمى فريق نادي زاخو علي كاظم، باليد من علي كاظم لأحمد إبراهيم. أحمد حاول التقدم للأمام، أحمد إبراهيم. زاخو كنا نتوقع تكون ردة فعل لزاخو، لكن الشرطة يريد إسعاد جماهيره. الشرطة مباراة القادمة ستكون ديربي الداخلية، ديربي الداخلية أمام الحدود. أمام الحدود، هو الموسم الماضي توج بلقب الدوري العراقي، ومباراة الأخيرة كانت أمام الحدود، كانت مباراة التتويج بالنسبة لفريق نادي الشرطة. المباراة الأخيرة لفريق الشرطة الموسم الماضي كانت أمام الحدود. ولاحظ جماهير القيثارة كيف سعيدة، سعيدة جماهير الشرطة بهذا التقدم بهذه النتيجة وبالصدارة. بالصدارة القيثارة، بالصدارة القيثارة إلى الصدارة بهذه النتيجة. واعتقد هناك تغيير، هذا أحمد يحيى والعمل الكبير، وهذا مهيمن سليم ملاح. مهيمن سليم عنده هدف على أربيل خلال هذا الموسم. إذن سانتوس يغادر ومهيمن يدخل ويشترك الآن. هذا هو مهيمن، ومهيمن سبق وأن سجل في مرمى زاخو عندما كان لاعبا للشرطة. وزاخو هل يقلص هنكاو، ولكن علي حسني في اللحظة الأخيرة، علي حسني في اللحظة الأخيرة يبعدها إلى خارج الملعب، إلى ركنية لزاخو. كان الحديث عن مهيمن سليم ملاح عنده هدف في مرمى زاخو في موسم 2011-2012، وهذا كان أكبر فوز من الثلاث انتصارات اللي حققها زاخو على الشرطة 3-2 في موسم 2011-2012. هنا ريباس أحد بدلاء زاخو داخل منطقة الجزاء، عملية الإبعاد من عبد المجيد لتصل لأحمد باسل. أحمد باسل حارس المرمى للشرطة. كان الحديث عن مهيمن سليم ملاح اللي اشترك الآن مع تشكيل فريق نادي زاخو، سجل في مرمى زاخو عندما كان لاعبا للشرطة موسم 2011-2012 في أكبر فوز حقق فريق نادي زاخو على الشرطة 3-2. ويومها سجل لزاخو محمد محمود ونجيفان شكري وفراس اسماعيل اللاعب السوري، بينما أهداف الشرطة سجلت عن طريق اللاعب أمجد كلف، واحد من أيقونات الشرطة. أمجد كلف واحد من نجوم الشرطة. ومهيمن سليم ملاح اللي اشترك الآن مع زاخو، وإذا ما سجل مهيمن سيكون اللاعب الوحيد اللي سجل في مرمى الفريقين إذا ما سجل لفريق زاخو في مرمى الشرطة. مهيمن سليم ملاح. كرة النقل وصلت لحارس المرمى أحمد باسل، حارس مرمى فريق الشرطة. طبعا أكبر فوز للشرطة هو 4-0 موسم 2016-2017، والأهداف سجلت عن طريق اللاعب عبد القادر طارق. اليوم سجل مع كربلاء وصنع هدف، يعني اليوم أفضل لاعبي كربلاء عبد القادر طارق هو اللي سجل واحد من الأهداف الأربعة في مرمى زاخو موسم 2016-2017. ومهدي كامل داخل منطقة الجزاء لاعب الطلب الحالي، والبنيني اللاعب محمد أودو، ومروان حسين لاعب نوروز الحالي. من سجل الأهداف الأربعة للشرطة، وهو كان أكبر فوز للشرطة على حساب زاخو 4-0 موسم 2016-2017، وأكبر فوز لزاخو على الشرطة 3-2 موسم 2011-2012. كرة الوسط الآن فهد اليوسف، إدريس أو عبد المجيد. الآن الشرطة يبحث عن هدف ثالث، والتسديدة من بعيد إلى خارج الملعب لركلة مرمى لزاخو. ركلة مرمى لزاخو، ركلة مرمى لزاخو. هذا سجاد جاسم اللي اشترك بديل لبسام. بسام علي كاظم حارس المرمى. هذا هو مهيمن سليم، هدف في مرمى أربيل في الفوز اللي حققه زاخو على أربيل في ملعب فرانسو حريري 2-0
سجل مهيمن وسجل اللاعب باتريك مارسيلي. ان شاء الله بالسلامه لاحمد ناظم اللي اشترك قبل لحظات. قد لا يكمل المباراه، قد لا يكمل المباراه احمد ناظم. سبق وان لعب الجويه للطلبه للنفط احمد ناظم. هنا حديث اعتقد هذا يوسف الآلوسي. يوسف الآلوسي اللاعب القادم من بغداد لزاخ، من أمانة بغداد لزاخ. وأحمد ناظم يا دوب اشترك 4 دقائق. أحمد ناظم الآن يغادر، ويوسف الآلوسي سيشترك بديل آخر، بديل رابع لزاخ، بديل رابع لزاخ، بديل رابع لزاخ. يشترك الآن. إذن أحمد ناظم يغادر ويوسف الآلوسي يشترك الآن بديل رابع لزاخ. علي كاظم. نلعب في الدقيقة 70. يا من تتابع وتشاهد قناة الوطن العراقية الرياضية، الشرطة يتقدم على زاخو بهدفين مقابل لا شيء. المواس سجل من خلال الشوط الأول من ركلة جزاء، وضاعف النتيجة اللاعب السنغال دريس نيانغ هدف ثاني من خلال الشوط الثاني للشرطة. يزن العرب. أحمد يحيى حاول التقدم. أحمد ينقل الكرة للأمام. أحمد يحيى المواس من أمامه تبعد المواس من جديد عادت لأحمد يحيى. أحمد يحيى مستوى ممتاز لأحمد يحيى عن طريق الجانب الأيسر لفريق الشرطة. وأمجد عطوان لاعب الوسط لزاخو يتقدم أمجد، وهناك إعاقة من إدريس نيانغ وركلة حرة لصالح زاخو. ركلة حرة لزاخو. إن شاء الله بالسلامة لأمجد عطوان لاعب الوسط وكابتن زاخو. يطالب حكم المباراة بإشهار بطاقة لإدريس نيانغ صاحب الهدف الثاني لفريق الشرطة. ركلة حرة للشرطة. أمجد عطوان. أحمد إبراهيم ريباس. ريباس ركلة حرة. ريباس داخل منطقة الجزاء خطيرة على مرمى فريق الشرطة. يوسف الآلوسي وممكن الآن الرأسية مرت لحارس المرمى أحمد باسم. عدم وجود تفاهم ما بين لاعبين البرازيليين طبعا باتريك وأيضا كوستافو. باتريك وكوستافو عدم وجود التفاهم أضاع الفرصة على زاخو. لاحظ الإعادة وباتريك حاول أن يلعبها بالدبل كيك، لكن كوستافو لعبها براسه وصلت بسهولة لحارس المرمى أحمد باسل. هنا علي كاظم حارس المرمى لزاخو باليد من علي كاظم. يوسف الآلوسي. الآلوسي لموسيس. كرة في المنتصف الآن زاخو. هل يقلص الفارق؟ يبحث عن نتيجة المباراة، عن العودة على الأقل أن يخرج بنقطة من ملعب النجف الأولمبي الملعب الافتراضي للشرطة. كرة الوسط يتناقلها دريسة وعبد المجيد. عملية تغيير اللعب لعلي حصني. علي للأمام. فهد ليوسف. القيثار الخضراء يبحث عن ثالث الأهداف. خلاص يؤمن على نتيجة المباراة، يؤمن على ال3 نقاط، يؤمن على الصدارة مؤقتا فريق نادي الشرطة، مؤقتا فريق الشرطة. كرة الوسط الآن فهد اليوسف وقطع ممتاز من أمجد. عملية المرور لمهيمن سليم. يحاول أن يمر مهيمن الهداف في الكهرباء. المواسم الماضية كان هدافا لفريق الكهرباء مهيمن سليم ملاخ. سبق وأن مثل الشرطة أمانة بغداد. الكهرباء والدة من نجوم كرة القدم العراقية السابق في أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات. سليم ملاخ لاعب منتخبنا الوطني السابق وأيضا نجم القوة الجوية السابق وأمانة بغداد. كرة تمر إلى خارج الملعب لرمية جانبية لزاخو من الجهة البعيدة. رمية جانبية لزاخو من الجهة البعيدة. هل سيغير؟ حصني سيغادر. علي حصني سيغادر الآن. من هو القادم الجديد مع فريق الشرطة؟ إذن علي حصني يحيي جماهير. هذا عبد الرزاق قاسم. عبد الرزاق قاسم بديل لعلي حصني. ثاني تغييرات المدرب شهاب الليلي المدرب التونسي. ثاني تغييرات شهاب الليلي. وأي ليلة ستكون للشرطة ليلة سعيدة لجمهور الشرطة ولاعبي الشرطة والاحتفال بالصدارة. أمجد عطوان. أمجد عملية تغيير لعب. هناك منتظر عبد الأمير
استقبال ممتاز من منتظر من امامه، تبعد عن طريق احمد زيرو الى خارج الملعب لرميه جانبيه لصالح نادي زاخو من الجهه البعيده. رميه جانبيه لزاخو من الجهه البعيده، تنفذ الرميه الجانبيه. زاخو ابناء الخابور، هل هناك عوده؟ ممكن. الشرطه، هل هناك هدف ثالث؟ ممكن. كل شيء وارد فيما تبقى من عمر المباراه. دخلنا في المنعطف الاخير لمباراه الشرطه وزاخو بحساب الجوله الثامنه لدوري نجوم العراق. كرة الوسط الآن لفريق نادي زاخو، هذا يوسف الآلوس أحد بدلاء زاخو. يوسف الآلوس يعيدها لأحمد إبراهيم، للوسط لأمجد عطوان. الله على المرور من أمجد عطوان، لاحظ المهارة من أمجد. ريباس البرازيلي، هي كرة داخل منطقة الجزاء سهلة تصل لحارس المرمى أحمد باسم. ريباس البرازيلي، دوني ريباس. كوستافو أضاع فرصة من خلال الشوط الأول. كوستافو لفريق نادي زاخو، كان ممكن تغير من شكل الفريق، من شكل الأداء بالنسبة لفريق زاخو لو سجل كوستافو، لكن أضاعها بسهولة ووضع الكرة بأحضان حارس المرمى أحمد باسم. أحمد زيرو اللي يمثل زاخو والآن متواجد مع الشرطة منذ 3 مواسم. أحمد زيرو، كرة الوسط، هجوم الآن. سجاد يحاول نقل الكرة الأمام. سجاد، عملية تغيير اللعب للوسط. شرطة فهد، يحاول فهد. عبد الرزاق، قاسم ليزن العرب، يزن لفهد. فهد من جديد، سوري لعبد الرزاق. قاسم لدريس نيانج. عملية الهجوم، ممكن الآن هدف ثالث. خطيرة على مرمى زاكو، لكن قطع ممتاز من اللاعب باتريك مارسيلينو. يقطع الطريق على لاعبي الشرطة وعلى المواس، تصل لحارس المرمى لأحمد باسم. حارس مرمى فريق الشرطة. جهة اليسار أحمد يحيى، أحمد لفهد. عبد الرزاق، قاسم. شرطة، جمهور الشرطة سعيد. عادة الوسط لعبد المجيد. دريس نيانج، دريسة يحاول نقل الكرة عن طريق الجانب الأيمن مع تقدم زيرو، لكن التغطية عن طريق باتريك مارسيلينو إلى خارج الملعب لرمية جانبية لصالح الشرطة من الجهة البعيدة. هذا هو باتريك مارسيلينو اللي دائما نشاهده عندما تكون الكرات الثابتة لفريق زاخو يتقدم للأمام، وبالفعل استطاع في مباراة أربيل أن يسجل هدف ثاني جميل برأسية. محاولة الآن للشرطة، ممكن ثالث. خطير المواس، ممكن الآن ثالث الشرطة، ولكن دفاع فريق نادي زاخو. يوسف الآلوسي من أمام سجاد جاسم كان المفروض يسدد من البداية، لكن لاعب يوسف الآلوسي بفدائية ينقذ الموقف في اللحظة الأخيرة. المدافع لفريق نادي زاخو. خطأ الآن لزاخو. أمجد عطوان، يوسف الآلوسي، ركلة حرة الآن. لاحظ الإعادة وترك الفرصة ليوسف الآلوسي. سجاد جاسم أن يبعد هذه الكرة في اللحظة الأخيرة. سجاد جاسم، فرصة للشرطة. أحمد إبراهيم لأمجد عطوان. أمجد يحاول التقدم للأمام. أمجد حاول إيجاد المساحة للمرور أمام 3 لاعبين لفريق الشرطة، ومن أمام أمجد عطوان تبعد إلى خارج الملعب. عبد الرزاق قاسم لاعب الوسط اللي اشترك قبل لحظات، بديل لعلي حسني. عادت لخط الدفاع لفريق نادي زاخو، أقرب لموسيس الآلوسي. أمجد عطوان، عملية التمرير إلى باتريك جهة يسار فريق نادي زاخو، أقرب لمنتظر عبد الأمير. يحاول المرور منتظر عبد الأمير عن طريق الجانب الأيسر، لكن هناك تغطية من زيرو. قطع ممتاز. مدافع يمين فريق نادي الشرطة أحمد زيرو. أحمد يعوض غياب أمير صباح. أمير اللي قدم مستويات أكثر من رائعة مع فريق الشرطة في المواسم الماضية، لكن الإصابة حالت دون تواجده مع تشكيل فريق الشرطة في المباريات الأخيرة. عملية الهجوم، هذا محمود المواس هداف الشرطة حتى الآن ب3 أهداف. محمود المواس هداف الشرطة في الموسم قبل الماضي وهداف الدوري. محمود المواس حتى الآن صدارة الهدافين لعلاء الدين الدالي، لاعب ومهاجم نفط نيسان. يليه محمود خليل هداف الكهرباء ب5 أهداف.
عملية الهجوم الآن لفريق نادي زاخو، يحاول على الأقل في هذه الدقائق أن يقلص الفارق، بعد ذلك يبحث عن العودة. عادة دريسن يانغ. الشرطة لا يريد أن يترك أي فرصة لفريق زاخو الاقتراب من المرمى، وبالتالي فريق الشرطة يحاول أن يحافظ على شباكة نظيفة. الشرطة مع أهداف مباراة اليوم مسجل 13 هدف وفي مرماه 8 أهداف. هنا المحاولة لفريق الشرطة داخل منطقة الجزاء، لكن تؤمن لحارس المرمى لفريق نادي زاخو الحارس علي كاظم، تؤمن لحارس المرمى علي كاظم. الشرطة مع هدفي مباراة اليوم أصبح 13 هدف وفي مرماه 8 أهداف، فريق نادي الشرطة. لاحظ هذه الإعادة للهدف الثالث دريسن يانغ، وصناعة جميلة من أحمد يحيى، ويحيي المدرب شهاب الليلي وأحمد يحيى سعيد بصنعة للهدف الثاني لفريق نادي الشرطة للاعب السنغالي دريسن يانغ. بينما زاخو سجل 5 أهداف في مرمى 3 أهداف مع أهداف مباراة اليوم في مرمى 5 أهداف، يعني هو مسجل 5 وعليه 5 مع هدفي الشرطة في مرمى زاخو. كرة تمر إلى خارج الملعب، رمية جانبية. زاخو بهذه النتيجة يتراجع للمركز 11، وفريق الكرخ يعود إلى المركز 10. فارق الأهداف للكرخ، لكن الشرطة أين سيذهب؟ سيذهب إلى الصدارة ب 16 نقطة، متفوقة عن نفط نيسان والقوة الجوية والطلبة. عملية الهجوم الآن للشرطة عن طريق الجانب الأيمن. إذا 9 دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة، والشرطة قريب من نقاط جديدة، من 3 نقاط على حساب زاخو. وعملية التمرير جهة اليسار، فريق الشرطة أحمد يحيى يحاول يهيئ كرة لسجاد، لكن بعيد عن سجاد، أقرب لأمجد، يلعب كرة أمامية والبحث عن كوستافو. لم يفعل شيء في هذه المباراة كوستافو، لم يقدم ما قدم في المباريات الماضية كوستافو. هنريك كوستافو الواضح أمامنا في الصورة، اللاعب البرازيلي، لم يقدم ما قدم في المباريات الماضية، وعنده 3 أهداف كوستافو، لكن اليوم غائب تماما عن هذه المباراة. عدا الفرصة اللي كانت في الشوط الأول، ولا وجود لمحاولات لكوستافو. هنا تغيير لفريق الشرطة، هذا محمد داوود سيشترك الآن، وخروج المواس محمود المواس، يخرج المواس ويشترك محمد داوود. ثالث تغييرات المدرب شهاب الليلي، المدرب التونسي للشرطة. ثالث تغييرات شهاب الليلي محمد داوود، يشترك الآن مع تشكيل فريق نادي الشرطة. يشترك الآن محمد داوود، خطيرة لزاخو لكن تمر اعتقد ركنية، اصطدت بيزن العرب، ركنية لصالح زاخو، على القائم الأيمن للشرطة، كوستافو، هنريك كوستافو، أحمد باسل، حارس القيثار أمجد عطوان، دائما المتخصص في الكرات الثابتة لزاخو. ركلة ركنية على القائم الأيمن، تنفذ الركنية داخل منطقة الجزاء. الآلوسي وأيضا باتريك، المحاولة تستمر. مهيمن سليم يحاول إيصال الكرة داخل منطقة جزاء فريق الشرطة. عملية الإبعاد والارتداد للشرطة، ومرور محمد داوود، يهيئ كرة للأمام. محمد يحاول أن ينطلق بسرعة، محمد داوود ينتظر مساندة دريسن يانغ، يحاول لف الدوران دريسن يانغ، دريسة لعبد الرزاق لجهة اليمين. كرة بحوزة لاعبي فريق نادي الشرطة، أقرب أحمد يحيى لسجاد جاسم لأحمد يحيى، عائدة ليزن العرب الأردني، عيدها الأردني للخلف لحارس المرمى أحمد باسل. طبعا مواطن هيثم الشبول كمدرب لفريق نفط نيسان يقدم مستويات كبيرة. هيثم الشبول الجولات الماضية، هيثم الشبول وضع نفط نيسان في صدارة دوري نجوم العراق، لكن الآن بفوز الشرطة يتراجع نفط نيسان للمركز الثاني. كرة الوسط الآن للشرطة، هيثم الشبول المدرب الأردني، من المدربين ال5 الموجودين في دوري، اليوم 2 منهم موجودين في هذه المباراة، طلال بلوش القطري وإشهاب الليلي التونسي.
بالإضافة إلى حسام البدري مدرب الزوراء، وحمزة الجمل مدرب النجف، وأيضا هيثم الشبول المدرب الأردن. 5 مدربين محترفين في دورينا خلال هذا الموسم. كرة الوسط الآن فهد اليوسف، عبد الرزاق، الشرطة، خلاص الشرطة يريد أن ينهي المباراة بهذه النتيجة، بهذا التقدم ب3 نقاط جديدة، بانتصار 5 لفريق الشرطة خلال هذا الموسم. عملية نقل الكرة في المنتصف، عبد المجيد أمامية، محمد داود، هجوم الآن ثالث ممكن، محمد داود داخل منطقة الجزاء، الشرطة لكن طالت على محمد داود، طالت على محمد داود إلى خارج الملعب لركلة مرمى لزاخو، ركلة مرمى لزاخو. لاحظ الإعادة، وأحمد إبراهيم بالخبرة يؤمن على الكرة اللي تركها بدوره أحمد إبراهيم إلى خارج الملعب لركلة مرمى لصالح زاخو. تنقل الوسط لصالح نادي الشرطة. نذكر جمهورنا بعد هذه المباراة راح تكون مباراة مرتقبة أيضا، زعيم الزوراء بمواجهة دهوك اللي بدأ المشوار دهوك خلال هذا الموسم بشكل ممتاز، لكن في الجولات الماضية ال3 الأخيرة لم يكن بالشكل المطلوب. هنا المحاولة فهد اليوسف، ثالث الشرطة ضاعت على محمد داود، ضاع هدف ثالث على محمد داود وعلى الشرطة. حلوة لفهد يوسف اللي هيأ كرة على طبق من ذهب لمحمد داود وطالت على محمد داود. محمد داود كان قريب من أن يسجل هدف ثالث للشرطة، لكن تعثر، سقط محمد داود وضاعت فرصة تسجيل هدف ثالث. لاحظ الإعادة وخطفها فهد اليوسف ومررها داخل منطقة الجزاء، غير متسلل محمد داود، وبالتالي يضيع على فريقه إدراك هدف ثالث في مرمى زاخو. كرة عادت للوسط لفريق زاخو أو للشرطة. زاخو قريب من خسارته الثانية له خلال هذا الموسم، خسر من الوصيف والآن يخسر من المتصدر الآن حاليا الشرطة، خسر من القوة الجوية خسارته الوحيدة، والآن هو حتى الآن خاسر مع الشرطة بهدفين مقابل لا شيء. وهنا خطأ على عبد المجيد أبو بكر مع وجود ركلة حرة لزاخو، لكن عنده مباراة مؤجلة مع نادي القاسم اللي يتعادل في افتتاح هذه الجولة أمام الحدود 3-3. شاسب سلطان اللي غادر يكون ثاني المدربين المغادرين من دورينا خلال هذا الموسم. يعني جيد، كانت المواسم الماضية في بداية الجولات شاهد 5 إلى 6 مدربين بين إقالة واستقالة. ركلة حرة داخل منطقة الجزاء خطيرة على مرمى الشرطة، عملية الإبعاد هذا الموسم من خلال هذه الجولات الماضية. أول المغادرين كان مدرب فريق الطلب أحمد خلف، وبعد ذلك شاسب سلطان اللي قدم استقالته من تدريب فريق نادي القاسم. الآن 2 من المدربين غادروا. أحمد صلاح استلم المهمة بدلا من أحمد خلف، لكن الآن فريق نادي القاسم بدون مدرب. فريق القاسم يبحث عن مدرب. كرة أمام منطقة الجزاء، فيصل جاسم، عملية الإبعاد وأمجد عطوان للوسط، موسيس عيد الخلف، موسيس. دفاعات فريق نادي زاخو أقرب لأحمد إبراهيم، أحمد عيد لحارس المرمى علي كاظم حارس المرمى لزاخو علي كاظم. هنكاو محمد، عادت لهنكاو قريب منه باتريك مارسيلينو، هذا هو باتريك مارسيلينو لأحمد لأمجد، من أحمد إبراهيم لأمجد عطوان، عادت من جديد لأحمد إبراهيم. لاحظ علي رغم أن زاخو يتأخر بهدفين، لكن لحد الآن هو متحفظ في الدفاع، حاول خروج من مناطق الدفاع لبناء الهجوم على مرمى فريق الشرطة. وهذا ريباس يحاول أن يمرر ريباس، عملية الهجوم مهيمن حاول يلقي الكرة الأمام مهيمن سليم، لكن تصطد ب أحمد يحيى لتعود من جديد. مهيمن
حاول يمر مهيمن سليم، عيد الخلف الى موسيس، كره لفريق نادي زاخو، منتظر عبد الامير، تصطد بدريس نيانج، عبد المجيد ابو بكر، فريق نادي الشرطه خلاص، سجاد جاسم، سجاد احد بدلاء الشرطه ليزن العرب، يزن جهه اليسار احمد، يحيى قريب من ريباس، وفهد، امجد عطوان، عائده للخلف من امجد عطوان. خلاص نلعب في الدقيقه الاخيره، نلعب في الدقيقه الاخيره، وبطاقه صفراء على سجاد، بطاقه صفراء على سجاد جاسم بعد اعاقه امجد عطوان مع وجود ركله حره لزاخو. خلاص نلعب في الدقيقه الاخيره، دقيقه 90، وممكن الان زاخو يظهر كوستافو، يظهر كوستافو مهاجم زاخو، لكن احمد باسل يرفض هدف كوستافو. رأسية جميلة من كوستافو، ويقظة الحارس أحمد باسل تنقذ مرمى فريق الشرطة من هدف أول وتقليص الفارق لزاخو. وأحمد باسل، أحمد باسل، الله على الطيران من أحمد باسل، ينقذ مرمى فريق الشرطة من هدف لزاخو، من هدف لزاخو. الآن الشوط الثاني في هذه اللقطة الدقيقة 90 يظهر كوستافو برأسية، لكن اللقطة الأروع كانت من حارس المرمى أحمد باسل اللي أنقذ مرمى فريق الشرطة. حلوة لأحمد باسل، كوستافو حاول أن يصل إلى هدف يقلص من خلال الفارق، وبعد ذلك يفكر من خلال الدقائق الخمسة المحتسبة كوقت بدل من ضاع من الشوط الثاني وللمباراة، ممكن أن يعود لأجواء المباراة، لكن يرفض أحمد باسل حارس الشرطة رأسية اللاعب كوستافو وأبعدها إلى الخارج. ركلة حرة لزاخو، 5 دقائق وقت محتسب بدل ضاع للشوط الثاني والمباراة. وأيضا مهند قاسم الحكم الدولي أشار ل5 دقائق في الشوط الأول. مجموع الدقائق اللي أضافها الدولي مهند قاسم للشوطين من هذه المباراة هي 10 دقائق. ركلة حرة الآن لزاخو، أبناء الخابور قريبين من الخسارة الثانية في دوري نجوم العراق. كرة داخل منطقة الجزاء، عملية الإبعاد من دفاعات الشرطة، يدافع عن النتيجة فريق الشرطة، يدافع عن النتيجة لاعبي الشرطة بأكمل لاعبي الشرطة في ملعبه، لذلك يدافع أمام محاولات زاخو وعدم ترك الفرصة لزاخو للوصول إلى هدف يقلص من خلال الفارق. عادت لأحمد إبراهيم للوسط الآن، زاخو فرصة كوستافو ضاعت، أمجد عطوان، أمجد ليوسف الآلوسي، يوسف الآلوسي، ريباس داخل منطقة الجزاء، والرأسية أخرى، رأسية أخرى. مهيمن سليم حاول أن يصل إلى مرمى الشرطة، في موسم 2012 وصل إلى مرمى زاخو بهدف، الآن يحاول أن يصل إلى مرمى الشرطة بقميص زاخو، لكن ضاعت على مهيمن سليم. رأسية أخرى بعد رأسية اللاعب كوستافو، رأسية أخرى للاعبي زاخو، هذه المرة عن طريق مهيمن سليم ملاخ، مرت إلى خارج الملعب لركلة مرمى. إن شاء الله بالسلامة لأحمد باسل حارس المرمى. هذا سجاد اللي تلقى بطاقة صفراء قبل قليل. أحمد باسل يشكو من إصابة. طلال البلوشي أكيد هو غير سعيد، طلال البلوشي غير سعيد، بينما على الجانب الآخر التونسي سعيد. ولاحظ هنا رأسية اللاعب كوستافو، ولعبها بالمباشر على المرمى، ولقطة ولا أروع من الحارس أحمد باسل، لقطة ولا أروع من أحمد باسل حارس الشرطة اللي يتألق برأسية اللاعب كوستافو ويبعد كرة هدف كان قريب لفريق زاخو في مرمى الشرطة. يتلقى العلاج وهاشم رضا هذا أيقونة الشرطة وهداف الشرطة، يعني موسميا حصل على لقب هداف الدوري هاشم رضا، مشرف فريق نادي الشرطة. هاشم رضا واحد من الأسماء الكبيرة، يمثل الشرطة خير تمثيل. شقيقة أيضا حسين رضا، يعني عائلة رياضية. محمد رضا، يعني أسماء مميزة كانت في دوري، من عائلة رياضية. هاشم رضا، حسين رضا، محمد رضا، يعني سبق وأن لعبوا في الدوري العراقي. كرة عادت للوسط الآن لزاخو، ركلة حرة مباشرة لزاخو. هذا أمجد عطوان،
أمجد عطوان، ولا أمان مع الشرطة يا أمجد عطوان، لا أمان، لا أمان مع الشرطة، لأن الشرطة فريق كبير صاحب إنجازات وبطولات وداخل منطقة الجزاء الآن زاخو، لكن يبقى زاخو أيضا واحد من الفرق المميزة، من الفرق المميزة في دورينا، ودائما يقدم كرة قدم جميلة ودائما ما يحرج الكبار، لكن يعجز تماما فريق زاخو أن يحقق أي انتصار على الشرطة خارج ملعب. زاخو داخل منطقة الجزاء، أحمد باسل، يستمر زاخو بعدم تحقيق أي انتصار على الشرطة خارج ملعب. هذا اللاعب باتريك مارسيلينو، لاعب ومدافع زاخو، باتريك مارسيلينو. اليوم زاخو أصبح جمهوره واحد من الجماهير الكبيرة، حال الزوراء والقوة الجوية والطلبة والشرطة والأندية الأخرى، نتحدث عن الميناء وعن النجف وعن أربيل وعن دهوك وفرق اللي تمتلك قاعدة جماهيرية في دورينا، وكربلاء أيضا يحظى من جماهيرية كبيرة من جمهور كربلاء. كرة من جهة اليسار الآن لزاخو جمهورنا الحبيب، متابع المشاهد لدورينا خلال هذا الموسم، دورينا أجمل، دورينا أفضل خلال هذا الموسم، وعلى شاشة قناة الوطن اللي تقدم لمشاهدي ومتابعي قناة الرياضية العراقية كل ما هو جديد، والجديد هو حصريا دوري نجوم العراق على العراقية الرياضية. هنا خطأ يشير لحكم المباراة، خلاص الخمس دقائق انتهت. الشرطة إلى الصدارة، الشرطة إلى الصدارة، الشرطة إلى الصدارة. فوز الخامس فريق الشرطة خلال هذا الموسم، خلاص قد تكون الفرصة الأخيرة لزاخو، الفرصة الأخيرة لزاخو داخل منطقة الجزاء، ويزن العرب عملية الإبعاد. ريسن يانغ، زاخو خلاص 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 خلاص، وهنا عملية تسديد من منتظر عبد الأمير إلى خارج الملعب لركلة مرمى، إلى خارج الملعب لركلة مرمى، لركلة مرمى. حكم المباراة الدولي مهند قاسم قريب من أن يطلق صافرة النهاية لهذا اللقاء. مبروك للشرطة، مبروك للشرطة هذا الفوز والانتصار، ونقول هارد لك لزاخو، وأيضا قدم مباراة جيدة أمام الشرطة، لكن الشرطة يبقى فريق كبير. ركلة مرمى للوسط، عملية الإبعاد من يوسف الآلوسي، تعود لجهة اليسار لفريق نادي الشرطة. الآن مرت دقيقة ونصف الدقيقة من الدقائق الخمسة اللي أضافها حكم المباراة. أحمد يحيى من هذا المكان صنع الهدف الثاني داخل منطقة الجزاء، وبنفس الطريقة إكلاكي الثاني للشرطة، لكن لم تكتمل. وهنا في هذه الأثناء حكم اللقاء الدولي مهند قاسم يطلق الصافرة للإعلان عن نهاية مباراة الشرطة وزاخو، لتنتهي بفوز الشرطة بهدفين مقابل لا شيء. الأهداف سجلت عن طريق محمود المواز في الدقيقة 36، وضاعف من خلال الشوط الأول وضاعف النتيجة. اللاعب الواضح أمامنا في الصورة دريسن يانغ هو اللي أضاف الهدف الثاني للشرطة. ولاحظ هذه اللقطة الأخيرة اللي كان ممكن دريسن يانغ بنفس الطريقة اللي سجل منها دريسن يانغ أيضا أحمد يحيى هيئها، لكن هذه المرة دريسة أخطأها. إذا مبروك للشرطة هذا الانتصار ووصوله إلى الصدارة ب16 نقطة، لكن زاخو يتعرض إلى الخسارة الثانية ويتراجع إلى المركز ال11 وب9 نقاط ويتعرض إلى الخسارة الثانية. مبروك للشرطة، هارد لك لزاخو. نلقاكم أحبتي في مواعيد جديدة مباراة قادمة، تقبلوا كل التحيات مني.